عليكم الحباب، كي راكم معايا؟ لاباس ان شاء الله تكونوا بخير. كما شفتوا في العنوان، ما هو سر هذه الزيارة لماكرون للزريبة؟ ما جاتش غير هاك هذه الزيارة، ونخليكم تتأكدوا مع هذا المروكي هو يعطيكم سر هذه الزيارة. لأن ما تنساوش باللي محمية تاع فرنسا، مروك محمية تاع فرنسا، وجا نهار باش يطلعوا القراض نتاع ولد الملك خاطر راه مريض. حق الوقت وين ما نهضروش على الصراع، نخليكم مع المروكي هو يزيد يفصل غاية في هذا الصراع. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت نتكلم اليوم على زيارة ماكرون، ونطرح على نفسي السؤال: هل ماكرون زيارته تدخل في نطاق تزكية ملوك المغرب؟ يعني نشوفوا أشاك فوا يطلع ملك جديد يزكى من طرف الرئيس الفرنسي. يعني اللهم لا شماتة مع التدهور المتزايد لحالة الصحية لمحمد السادس وكثرة التجاذبات لتعيين خليفته، مع أنه هناك ولي للعهد وهو ابنه رسميا، ولكن هناك تجاذبات في العائلة المالكة معظمهم يعني أخوات الملك وأخيه حبوا يعينوا مولاهم الرشيد، يعني الرشيد أخو الملك حبوا يعينوه خليفة للملك لأمور عدة ومختلفة. ومن بين ما قدموه يعني الشيء اللي خرج أنه من الأسباب اللي حبوا يخليوا ولي العهد الحالي ما يتولاش العهد، يعني ما يخلفش الوالد نتاعو، هو صغر سنه. هذه يعني اللي تكلموا عليها بلوز او موان رسميا. اما الشيء المخفي شيء كبير، شكوا حتى في النسب نتاعو، فيه شك يعني في النسب نتاع ولي العهد. اللهم لا شماتة. هذا الشيء من الممكن انه يشكل ازمه كبيره في المغرب، والخاسر فيها الاكبر هو الشعب الضعيف المغلوب على حاله. ما نتكلموش على العياشه هذوك عاش الملك وعاش سيدنا وعاش كذا وكذا، ما نتكلموش عليهم لانهم عايشين بالفتات نتاع العلويين، العائله المالكه اللي تحتسب نسبها، يعني هي اللي تهضر على نسبها وكانه العلويين. اذا المشكل مشكل كبير، وان شاء الله تكون على خير، وان شاء الله وما هي الا ايام او اسابيع او على الاكثر بضعه اشهر ويظهر النتائج هادو. ونشوفوا انه الشيء اللي خلانا نخموا على انه ماكرون جا باش يحل مشكل عائلي نتاع العائله المالكه، هو الزيارات المكوكيه لاخوات الملك و اخو الملك الرشيد. يعني قاموا بعده رحلات مكوكيه للإليزي. في البدايه كانت زيارات معلن عنها في الصحافه الفرنسيه، بعد ذلك يعني انقطعت الاخبار وما بقاوش يتكلموا هذه الزيارات.
يعني ننتظروا الاخبار ونتائج الزياره. هي اعلاميا راح يتكلموا يقول لك اتفاقيات واتفاق وكذا وكذا، هذه بور لا كونسوماسيون انتيريور تاع الشعب المغربي المسكين، بما انه 48% امي، يعني ما يقدرش يستوعب الحقيقه اللي راهي تصرى في القصر الملكي. اليوم هذا ما عندي ما نقول، ننتظر يعني النتائج، ننتظروا النتائج نتاع الزياره هذه وما يعلن عنه في الاعلام المغربي والفرنسي والاعلام الموازي اللي يقوم بتسريبات. نقول لكم في انتظار الجديد. دمتم.